لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. بەڕێزان خۆشحاڵم لە وانەی 146 لە تەفسیری قورئانی پیرۆز بێم و خزمەتتان بەمبەستی ڕەزامەندی رب العالمین و هیوادارم ئێوەی ئازیز سوودی لێوە بگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بەڵێ خۆشەویستان لە درێژەی و ئاتانەی کەوا باز لە بەنی ئیسرائیل دەکا دەفەرمی وإذ تأذن ربك واتە بەبیرت بیکاتێک کە پەروەردگارت بڕیاریدا ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب واتە پەروەردگارت بڕیاریدا کەوا بنێرتە سەریان هەتا ڕۆژی قیامەتێ کەسانێک بنێرتە سەریان کەوا خراپترین عەزابیان پێ بچێژی. إن ربك لسريع العقاب بێگومان پەروەردگارت کە سزا بدا زۆر بە خێرا سزا دەدا و بێگومان پەروەردگارت غەفوور و ڕەحیمە. غەفوور و ڕەحیمە هەم لێبوردنی هەیە هەم بە بەزەیە سبحانه وتعالى. وكل تفسير معارج دلي وإذ تأذن ربك دلي هذه العبارة معطوف على ما جاء قبلها في السورة كواتا وإذ وعطفة كواتا أو آتا عطف ذكرت السر آتا كي بيشتري كوالو سورة هاتية كباز لبابتش كذا كان دربار بني إسرائيل أوشتيا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر كاتكوا خواي قورا باز لبابتي أصحاب السبت دكا كأتي كانوا كباس ماكر يتر معنا كيواي لدي أي واسألهم عن قضاء الله بشأنهم وإذ تأذن ربك إلى آخر البيان كواتا هر وكلا أو بابتي بيشتري فرمليان برسا درباري أصحاب السبت وهروها ليان ببرسا درباري برياري الله تعالى سبحانه وتعالى درباري أوان كاتك وبرياري دا كخواي جورا سبحانه وتعالى عذابه من التسري كواتا يا كم احتمال كذا يدين دلي معطوفة كواتا عطف ذكرت سر أو بابتي تلك بابتي أصحاب السبت أي أو هي مستأنفة يعني وتدلي بابتي شنوية استأنافوا بابرين دسبيتش بابتي شنوية معناه كشوي وضع في ذاكرتك أيها المتلقي أيا كنت لخيال الدابني لميشكو درو درون الدابني أي أو كسيك وقرآن دبستي لهر چين دريو لهر كاتي چداي كاتي كوا خواي قوري بريار دا درباري بني إسرائيل كوا بوشي ويا سزايا بدا. وكل تفسير قاسم جدله وإذ تأذن ربك أي أذنا كتوعد بمعنى أوعد من الإيذان بمعنى الإعلام كواتا ليردا دلي وإذ تأذن ربك كواتا إعلامي كردن بيرا جياندن أجرى مجرى فعل القسم كعلم الله وشهد الله كواتا ليردا وإذ تأذن ربك دلي بمعنى إعلام وآقدار كردن ودي بلام وكو فعلي قسم سوين خواردن خواي قوري باس كده كعلم الله وشهد الله كواتا خواي قوري بيرا جياندن وكو باشێوەی ئەوەش وەکو قەسەمێک و بڕیارێکی کۆتایی پێهاتوو لای خوای گەورە پێڕاگەاندنکەوە بڕیاریدایە بەو شێوەیە سزایان بدا. كواتوا إذ تأذن ربك وكل تفسير سعدي دل أي أعلم إعلاما صريحا
پێ ڕاگەیاندن بە ڕاگەیاندنێکی زۆر سەریح کەوا هیچ با بڵێن ئیلتیباس و هیچ پەناوپێچ تێدا نییە و ڕاست پێیانە ڕاگەیان بە سەریح العیبارە کەوا خوای گەورە بڕیاریدایە سوبحانەهو وتەعالە بەو شێوەیە سزایان بدا. لە تەفسیری مەعارج دەڵێ ئەی ئەعلەمە مؤەکەدەن واتە پەروەردگار پێ ڕاگەیاندن بە تەئکیدەوە ونادى مهددا فيما أوحى لبعض أنبياء بني إسرائيل واتخواي قول سبحانه وتعالى وكنداءك بهندك لبيغمبران ولأنبياء بني إسرائيل راقيا وأقسم في إعلامه سوين دي خواد لو راقيا دنش كواخواي قول أبرياري لسريان دايا ليبعثن عليهم وكل تفسير قاسمي دلي والمعنى وإذ حكم ربك ليسلطن على اليهود كواتا وإذ حكم ربك وحتم كاتك وأخوي يقول برياري دا وكو برياري شي حتمي كوابني تسجو لك كسانك إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب كسانك بنيت سريان حتى الروج قيامته كوا عذابيان بيجي وكل معارج دلي سامه يقال لغة يسوم سوء العذاب ضلي كاتك والزمانواني هذا قلت سامه الأمر أي كلفه إياه وأولاه إياه أو حمله إياه كواتا يسومهم بمعنى أو كوات تكليف دخات سرشانيان فرزي دكال سريان والسوم يأتي في اللغة بمعنى أن تجشم إنسان مشقة أو سوءا أو ظلما أي تحمله ذلك وهو عاجز عن المخالفة كواتا باري خوايقور بريادة باريك بخات السرشانيان كوا أوان بيان هل ناجيري عذابك زول طاقة خوان زياتر بيتن خوايقور بريادة بخات السرشانيان زاوكو دلي لقاسم دي كالإذلالي ويكوا خوايقور الرسوايان دكاه وضرب الجزية وغير ذلك وان لذلك هذا كون جيرباري جزيان لوردجيري وغير أوشك ولا شوازة كان سزادان بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه بسبب أوي كوان سربيسي فرمان كان إخوائي قولة كان سبحانه وتعالى واحتيالهم على المحارم وهروها وكل قصي أصحاب السبت إخوائي قولوا باس كردين وكوان حيلة دكن لبوي كوا أوشتاني كأخوا حرام كردي أنزام دن وقد بعث الله تعالى إنزا وكو اشتيش تاريخي لقاسمي دلتن لدواي سليمان عليه الصلاة والسلام خواي قورة بختنصر كوا مليك بابل بوا خواي قورة مصلتي كل سريان فخرب ديارهم وقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وذراريهم يتر بختنصر كوا مليك بابل بو خواي قورة مصلتي كل سريان مالي ويران كردن أوي بياو بو كوا هندي بقتال بك أواني ليكوشتن آفرتو من دالكانشي بكويلة قرتن وضرب الجزية على من بقي منهم أوي ما ولوان جزية وضريبي لسريان دانا وجلى كثيرا منهم إلى بابل إتر زوري شلوان لزي خوان هل تكاندو بردني لبو منطقي بابل كوا بخوي تداد الصلاة داربو وأقاموا فيها 70 سنة حتى صال لبمانوا ثم تسلطت عليهم ملوك شتى يتلدواي ويش تندين بات شايدي كالسريع المسلط بون ولبثوا زمانا طويلا يكابدون بلاء عنيفا زماني دور دريج مانوا تندين بلاء ومصيبة يعني هذا السريع من تواتر الحروب على بلادهم وكوات سندين شرس بيندرا بس الولاتكان إلى أن صاروا جميعا تحت سلطة الرومان تاوكو قيشت أورادي هرهميان كوت نجير دستي دصلاة داران الرومان بعد ولادة عيسى عليه السلام ب71 سنة لدواي ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام بحفتاويك صال كوتنا جاد صلاة رومانيا كان واستؤصلوا من أرضهم
لخاتش خوان هل تشيش بابلين ريشة تشيش كران وتفرقوا في البلاد شذر مذر برتو بلاو كرانوا لولاتان صاغرين مقهورين ذليل بون زور بيتوانابون ومنها هنا استدل من استدل بأنهم لا يكون لهم دولة ولا عز وباتصال ذلهم إتر دليل وأساسية عندك العلماء دارن بهيج شويق آن وكو دولتي سربخو عزتي النبي وبردوامي لزليل دا دجيان أجرتي كتمشاد كي استا همان دزاين كواجولك دا صلاتي شي هي دولتي شي هي وبالكو مسلطة لسر زوريك لسر ولاتان كأوش براستي بلغي لسر كوا غيري أوان بتايبتي مسلمانان لمنهز لا يندايا ليه خواهي قوري سبحانه وتعالى ويك لعقوبة كان كوا جولك بوين دا صلاة دا لسروي زوي يتر حتى وكم مسلمانانش نقرين وسر منهج بيامك رب العالمين أو بوشيوا خوابنا من ده ولتفسيري معارج دلي ودلت عبارة إلى يوم القيامة كاتك خواهي قوري دفنمي خواهي قوري برياري دا حتى روج قيامت كسانك بنير تسريان كوا سزايان ددا دلي دفرمي كاتك ودفرمي حتى روج قيامت دفرمي أو عبارة بلغي لسن على أن هذه السلالة اليهودية ستبقى منهم أجيال في الناس ما دام في الحياة الدنيا بشر كواتا إلى يوم القيامة وبلغي لسن وكوا أو سلالة أو رجز يهودية حتى جيان لسر دنيا وبشر ما بأوانج دمنا سبحان الله وهؤلاء الأجيال يفسدون في الأرض يتر أو أجيالان أو نواني جولك فسادي دكا لسر زبي ويظلمون ظلم مستمدكا ويبتلي بهم الله الأمم الشياطين أخباثا كما ابتلى الناس بإبليس وجنوده من الإنس والجن كواتا خواهي قوري كسانيك أمتانيك مبتلا ذكا بو جولكانا كشياطين إنسن هروك خواهي قوري سبحانه وتعالى خلقانا شي ياخذ بشريتي هم مبتلا كذا بس بشياطين زن كواتا عيني أواني شوك شياطين إنس عيني عذاب ما يسل شواوي قمراين اللوزورك لخلشي وكلما كثر ظلمهم وإفسادهم وهركاتيشيش ظلم فساديان زوريان تيبران وانتشرت في الناس خبائثهم وخبائث دسائس كانيان بابلين خلاف بكاريا كان برتو بلاو بولنا وخلشي سلط الله عليهم من يسومه سوء العذاب هركاتيك لا سنور بابلين تيان بران لا ظلمو لا استمو لا فساد كردن إلا أخواي قوري كسانيك مسلط دكا لسريان كوا السزاي بإيشيان بي بتشيجي ويعيدهم إلى وضعهم الذي قضى عليهم فيه بأن يكونوا في حالة ذلة ومسكنة هركاتيك للسنور درتسون خايقور كسانيك دنرت سريان سزايان بداو بيان جاري تولو أو حالتك خايقور براي لسريان دا بوي كوا زليل ببنوا هل وكو خايقور سبحانه وتعالى ليلولا سورة البقرة إشارة بكذا دفن وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أين لو يدرس خايقور دفنمي خايقور برياري ذاك والزليلي وهروها هسكردن بفقيري ونداري لناو لا خواهي قولي سريان دا بسبيني وغضبي خواهي قولي بيت سري بسبي ويكوا كفر بيت كان خواهي قولي كانوا پیغمبران وشوين كوتي پیغمبران بنا حق دا كجنو عصيان دا كانوا تعدى دا كان لكن من ترك الملة منهم وابتعد عن خبائثهم برام كسيق لناوان لا لناو أو ملة تيوان ولناو أو ديانة الشريعة تيوان كمحرفة دربتسيو دور كوتو الأخلاق كان فإنه ينجي بنفسه من هذه العقوبة الربانية كواتكسق لأن دور كوتوا لوان لا شريك نبي لقل ظلم مستمكانيان أو لو عقوبة وسزار ربانية دردسيتا والتي تأتي لبني إسرائيل حينا فحين أو سزاي كوا زال دواي زار خواي قول لسريان
مسلط دكا سبحانه وتعالى. إن ربك لسريع العقاب كواتا پروردگارت بيگومان عقاب و سزای خێرایە لە بۆ چێ لمن أقام على كفره لە بۆ ئەو کەسەی کەوا لەسەر کوفرەکەی بەردەوام بی وەکو لە تەفسیری سعدی لمن عصاه خوای گەورە سزا و تۆڵەکردنەوەی سەریعە لە بۆ ئەو کەسەی کەوا عصيان و سەرپێچی بکە حتى إنه يعجل له العقوبة في الدنيا لبروي سريع العقابة خواهي قورا لدنيا سزان دا أقرتي دنيا دار البلاء قيامة دار الجزاء بلام لبروي خواهي قورا سريع العقابة خواهي قورا لدنيا سزاي كسانك داكوا بوشي سنوريان بزاندية وإنه لغفور رحيم أي لمن تاب وآمن وعمل صالحا بلام لقروش خواهي قورا غفور رحيم لبوشي غفور رحيم لبوكو سكوا التوبة كردية إيمانه هنا كردوي تاتشي كردية إتر غفورة لبو كسكوا توبي كردي وقرايتوا لقناه كاني خوش دبي وستري دكاو رحمي بيدكا لبرو رحيمشة بأن يتقبل منه الطاعات رحمي بيدكا بويك وطاعتك كان لي قبول بكاو ورو باداش تبداتوا بأنواع باداش لدنياو لقيامات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.